سلام يا سيد. سلام ونعمة وبركة. النهارده في يوم الأربع هو يوم مختلف، وزي ما ذكرت نيافتك قبل كده إن أنت نيافتك ساكبة الطيب قريبة جدا من قلب نيافتك، والقرايات النهارده كان فيها ساكبة الطيب. ودايما احنا بنشوف إن الحدث بتاع ساكبة الطيب حدث مهم وعظيم، لكن صعب علينا جدا احنا كشباب ازاي أدي كل ما أملك تحت رجلين الرب يسوع. حدث عظيم ومهم لكن صعب علينا. ازاي سيدنا اسكب نفسي واقدم نفسي ذبيحه حيه للرب يسوع؟ بص بقى، يوم سبت لعازر بالليل مريم أخت لعازر سكبت الطيب على قدمي الرب. لما النهارده الأربع ساكبة الطيب المجهولة سكبت الطيب على رأس الرب. ففرق كبير جدا بين الاتنين. يعني نقرأ في يوحنا 12 عن ساكبة الطيب الثانية: ثم قبل الفصح ب6 أيام، اللي هي السبت بالليل، أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودانت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. لأن ناس كتير بيخلطوا بين القصة دي اللي حدثت مساء السبت والقصة اللي حدثت يوم الأربع، لأنه هما الاتنين في بيت عنيا وهما الاتنين سجد طيب، بس الأولاني دي مريم أخت العازر اللي هو السبت بالليل. أما يوم الأربع بقى المسيح قضى يوم الأربع في خلوة في بيت عنيا، ما اتحركش إلا بالليل، راح في وليمة عند سمعان الأبرص، إنما طول اليوم هو قافل. ساكبة الطيب المجهولة دي اللي ما نعرفهاش في يمين، واضح إنها كانت حاضرة اللي تم يوم السبت، وإزاي إن ربنا فرح بسكب الطيب دي. فقالت بس أنا هجيب الطيب برضو وهسكبه على راسه. فنقرأ في مرقس 14: وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، يعني بالك إنها كانت 6 أيام، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة. مين؟ القصة دي كتبها لنا معلمنا متى الإنجيلي في متى 26، ومعلمنا مرقس في مرقس 14. لو كانوا يعرفوها اسمها ايه كانوا قالوا. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، زي بالظبط اللي كان مع مريم أخت العازر، فكثرت القارورة. أنا قعدت أفكر أياما، هي كانت القارورة مصنوعة من إيه عشان تكسرها؟ ما أعتقدش إن كان في زجاج قارورة أو زجاج زمان، ما أعتقدش، ما أعرفش. لما كانت مصنوعة من إيه وإزاي كسرتها وإيه اللي خلاها تكسرها؟ وسكبته على رأسه، ودي طريقة مسح الملوك. وهنا بقى هي بتقول له إن كان يهوذا بيبيعك ب30 من فضة دلوقتي ثمن العبد، أنا بقى هرسمك ملكا لحياتي، زي ما كانوا بيرسموا الملوك بأنهم يصبوا قنينة الدهن فوق راسهم زي ما عمل صموئيل مع داوود. ولذلك المرأة دي لم تتكلم، إنما رائحة الطيب تكلمت، وفاحت رائحة الطيب، وقالت رائحة الطيب
إنه رب المجد صار ملكا لهذه المرأة المجهولة. فمريم أخت العازر سكبت الطيب عند رجلين المسيح، بتقول له أنا عند رجليك، دي بتقول له أنت ملكي. ف يعني الجميل بقى إنه كنيستنا الجميلة المسترشدة بنعمة الروح القدس في الوقت اللي بيتقري فيه الإنجيل ده بنقول لحن أفيتشنون، اللي هو لحن الملوك. لأن هذه المرأة قامت بالصيام إن صح التعبير، قامت بمسح الرب ملكة لكل خلجة من خلجات قلبها. فبنقول لحن الملوك، لحن أفيتشنون، لحن هو لحن الملوك اسمه كده. ونغمات اللحن نغمة زفة الملوك. فما فعلته هذه المرأة، عشان كده لما التلاميذ قعدوا يأنبوها قال لهم لا، فعلت ما في وسعها. وفي ترجمة تاني فعلت ما عندها. حق أقول لكم حينما يكرز بالإنجيل في كل المسكونة يكرز بما فعلته هذه المرأة تذكارا له. وهنا بقى قوة الحب وقوة تأثيره على المخلص. ففرح جدا المخلص بما فعلته هذه المرأة، وقال كل حتة تروحوا تبشروا بيها تقولوا اللي حصل تذكارا لهذه المرأة اللي ما نعرفش اسمها. وياما في ناس ما نعرفهمش وفي السماء هيكون ليهم وضع كبير خالص. فعلا يا سيدنا، حتى لغايه دلوقتي ذكر اسمها موجود معانا لغايه دلوقتي. طبعا. بس في حدث في نفس اليوم احنا بنحس ان هو بدايه النهايه في نفس اليوم، والغريب ان يهوذا راح لرؤساء الكهنه للاشتراك لبدء تسليم الرب يسوع. في سؤال كده دايما بيجي في دماغي، هل ممكن يهوذا ممكن يكون عنده مميزات؟ مميزات ايه؟ ده كان متميز في عدم الفهم. انا اسف في اللفظ يعني، كان متميز في عدم الفهم ومتميز في الجهل. اقول ايه؟ انت شفت كل حاجه يا يهوذا، يعني انت ليه مش بتفهم كده؟ انت ليه مش فاهم؟ انت ليه جاهل كده؟ صدقني اوقات لما بشوف جهل معين عند الناس اقول ايه؟ الله، طب ما يهوذا ده كان عايش مع المسيح وشاف المعجزات وعمل اللي عمل، فكان متميزا في الجهل وعدم الفهم، وده اللي ادى في الاخر ان هو يحصل اللي حصل. طبعا. طيب انا برضو برجع اسال نفسي، هو انا مين فيهم؟ هل انا ممكن اكون اعمل زي الست المجهوله واسكب كل نفسي وكل ما املك عند الرب يسوع، ولا ممكن في الاخر اكون زي يهوذا وابقى مستني مقابل بس، على عكس الست اللي هي عملت كل حاجه ومش مستنيه اي مقابل؟ هرجع واقول برضو مع فكب هذه المرأة للطيب وثيامتها إن صح التعبير لرب المجد ملك الملوك لحياتها، أعمل حوار مع الرب، أقف كده أو أنا راجع أقول له استنى يا رب، قبل ما تدخل عايز بس أسألك يا رب، هو أنا عايز أعمل زي المرأة دي، أنا عايز أنمو في سكب الطيب. خلي بالك 3 سكبوا الطيب. أول واحدة المرأة الخاطية، وده أنا بسميه طيب التوبة. الإنجيل اللي بنقراه كل يوم في الهجعة الثانية من صلاة نص الليل. الثانية مريم أخت العازر، وده أنا بسميه طيب التأمل، ده من عندي يعني، لأن مريم قعدت تحت رجلين المسيح كتير، فثمرة التأمل ده طلعت بسكب الطيب يوم السبت بالليل. ثالثة بسميه طيب
مسح ملك الملوك. فإحنا المفروض ننمو من سكب طيب التوبة إلى سكب طيب التأمل إلى سكب طيب مسح ملك الملوك، وأن يكون الرب ملك حياتي، ودي قمة التكريس. فبرضو أعمل لقاء مع الرب وأقول له ويقول لي وأقول له ويقول لي، وأطلع بحاجة أكتبها لحياتي أو أطلع بحاجة أعيشها. أنا دايما بقول بنكتب ليه؟ عشان ما ننساش. أوقات بننسى، إنما يا ريت نعمل لقاء مع الرب في كل يوم ونكتب، وفي نهاية الأسبوع بقى يبقى معانا الحصيلة الجميلة اللي طلعنا بيها من أسبوع الألام. شكرا جدا يا سيدنا على كل المعلومات الجميلة دي. ربنا يعطينا جميعا نعيش أسبوعا مقدسا مؤثرا في حياتنا. وانتوا كمان كملوا معانا لآخر أسبوع الآلام عشان تعرف أكتر كل الشخصيات وتعرف أنت مين فيهم. مين فيهم فضل هواه، فضل معاه